تبارك الله على الحباب، شو على افعال كيفاش دايره، شو الجمهور اللي كان في المغرب مقواهم ما يبولوا لنا في الملعب، هنا تصرفات ولا التربيه كي دايره ولا لا حول ولا قوه الا بالله. انا اللي صدمني هو الملعب، احسن ملعب في الجزائر عبد الجليل المونديلا. يا ودي الحاله، يا شو الارضيه كي دايره وشو الحاله كي دايره. او الجزائر زاهزه، المروك غير زاهزه، الجزائر زاهزه، احسن ملعب ديالهم شو كي داير، شو الارضيه كي دايره، وعاد زايدنا بالتصرفات اللي ترباو عليها. اودي كتقهرونا بالشعارات الفارغه وصافي. اليوم النهائي، الله يا ربي الله يسهل علينا يا ربي، راه عارف اش كاين في قلبنا، يا ربي تسهل علينا يا ربي. والثمانيه شحال طويله ولا باغي نعنفوجو شويه، باغي نعيش شي واحد مال هادو. كاع ما قال لها شطحي وشطحت اخويا. اول مره نعرف بان الجزائر باقن فيها الجواري وباقن فيها، يا العجب كي داير. هذا سبيد كان في 1940. تا شي مشاهد شفناهم على المباشر يا خويا تما، اللهم بارك. داو عاد الجواري جابوا له بناتهم وخواتاتهم. مالكم هذه معلومه ما كنتش عارفها، يلا عرفتها بان راه باقن عندهم الجواري تما. والله الا دخلوه كيزقيو عليه تما وكذا. السيد تصدم وكاع ما قال لها شطحي وشطحت، عادي جدا. ويقهروك في الشعارات، حنا وتقاشر لافريك والنيف وكذا. يا ودي كونوا تحشموا شويه، يا ودي كونوا تحشموا شويه. كنتو عا كتسكتوا فمكم ما يهضر معاكم حتى واحد. دابا الاخوه على الاخوه، والحمد لله ديك 50 مليون راه شافت الجزائر كيفاش دايره، شافت 1940. نتوما باقي معكم الجواري ولا والله ما كتحشموا بالله. ونتحدث على نهاية كأس إفريقيا وعلى فضائح التحكيم وعلى الضيافة التي لم تكن في المستوى، ولم يكن الترحيب في مستوى هذا الحدث بالضيوف في نهائية كأس إفريقيا. فضائح بالجملة، خاصة كما قلنا في التحكيم الذي رافق عدة مباريات، وخاصة مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومباريات البلد المضيف الذي وجد نفسه في النهائي. باقي كتهضروا، باقي البلاطو ديال الجزائر كيهضروا على المغرب. صاخي خويا ما مسالينش دابا باش نجاوبوك. جاوبوا اخويا النيجيري، جاوبوا الله يرضي عليك. المنتخب راينا بعض المقاطع الفيديو تمدح فيها المملكة المغربية. المغرب هو مكان جميل، الملاعب جميلة، الفنادق جميلة، أيضا استمتعت بكرم الضيافة. زرت مدينة مراكش ورأيت التقاليد المراكشية، وأعجبت كثيرا بما رأيت في المملكة المغربية. طبعا هذا مكان جميل، المملكة المغربية هي مكان جميل. لا أعرف من سيفوز به. المروك شراوه باش قال الهضره هذه. احنا شرينا كل شيء، احنا شرينا الكاميرا وعي يتلحسوا يا صاحبي. تفرج في الحلقه ويلحسوا لتنزانيا، يلحسوا المالي، يلحسوا للسنغال، نيجيريا، مصر. وتخيل دابا ما ولاو يدوروا في مصر. علاش؟ لان المصريين خرجوا بيان كيشكروا فيه المغرب على حفاوه الاستقبال وعلى داك الشيء اللي دار معاهم، وزادوا اكدوا بانها افضل نسخه ديال كاس افريقيا كيف ما قالها محمد صلاح في الندوه الصحفيه. زاد قالها الاتحاد المصري. لا هما قال لك اسيدي شراو تا مصر، قال لك شرينا تا مصر تا. انا كنشريو كل شيء حنايا، الفلوس عندنا عام مشبوحه، لقينا ما نديروا بها، كنشريو بها عباد الله. مسخيت. جاوبوا اخويا المصري راه ما عندناش الوقت نجاوب. كلمتين بقى من القلب كده بعد ما خلصنا والماتشات كلها خلصت والناس كلها مشيت زي ما انتم شايفين. النهارده انا اكتر يوم اتعصبت واستفزيت واتضايقت فيه بسبب الجمهور، بكل امانه. يعني الماتشات اللي فاتت كلها كانت حاجه، والنهارده حاجه بالنسبه لي تانية خالص. ده اكتر ماتش. يعني ليه الناس تصفر وقت النشيد الوطني بتاع بلدي؟
ليه الناس تصفر وقت الاهداف وقت ضربات الجزاء؟ ليه الناس كلها 40,000 تقريبا واحد بيهتفوا لنيجيريا النهارده؟ كل ده استفزني بشكل كبير جدا، ومن كل قلبي انا بقول الكلام ده. بس لو رجعنا خطوتين بس لورا هتعرف ان احنا السبب في الموضوع ده. لو رجعنا خطوتين بس لورا هتعرف ان التصريحات بتاعتنا هي السبب في الموضوع ده. كل الاحترام والتقدير وكل حاجه حلوه للكابتن حسام حسن وتاريخ الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، اساطير الاثنين، بس الاثنين عندهم مشكله كبيره جدا 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 بسبب تصريحاتهم، خصوصا وهم خسرانين. الدنيا كلها بتبوظ وقت الخساره. ليه تروح مع ماتش بنين وتعمل كده وانتوا في القلب وانتوا مش في القلب؟ حركه مش حلوه خالص. الكابتن حسام حسن انت مش مدرب منتخب مصر بس، انت سفير، انت بتتكلم زي السفير المصري هنا، انت راجل بتتكلم باسم مصر، انت مش مجرد مدرب. السفير لازم يبقى راجل سياسي، لازم يبقى راجل بيعرف بيقول ايه، بيحسب كل كلمه بيقولها، بيكسب الناس اللي قدامه يا راجل. ما ينفعش تروح للجمهور تعمل لهم انتوا مش في القلب. طب لك ان تتخيل لو كان الموضوع بالعكس، ورحت للجمهور وعملت لهم انتوا على راسي، انتوا في قلبي، انتوا اي حاجه، حتى لو الجمهور ده كان بيشجع المنتخب اللي ضدك. شوف بقى رد فعل الناس كانت عامله ازاي، شوف الناس كانت هتتقلب ازاي، شوف الناس لما صلاح بس قال كلمتين حلوين عن التنظيم وعن البطوله، كل الناس هنا خدت الفيديوهات بتاعت صلاح وكانت فرحانه جدا ان صلاح قال عليهم الكلمتين دول. لو انت اللي كنت قلت الكلمتين دول، لو انت جيت بعد ماتش السنغال وقلت ان الحمد لله احنا عملنا بطوله حلوه، احنا نفسنا مش مصدقين ان احنا في السيمي فاينل، بس لو كنت قلت الحمد لله عملنا بطوله كويسه وعملنا ماتشات كويسه واحنا في مكان كويس وهنبني على ده، بدل ما تروح تقول التحكيم وبنسيون يا كابتن ابراهيم حسن وناموس يعني انا بقول لكم انتوا سفراء. في سفير يروح بلد انت بتمثل بلدك فيها وتروح تقول لهم بنسيون وناموس؟ احنا بنلعب على الترعه يا جماعه، ناموس ايه وبنسيون ايه والكلام ده لو الكلام ده حتى حصل ما تقولوش. انت راجل بتتكلم بسياسه، راجل بتكسب الناس، راجل عايز الناس تيجي تشجعك، راجل الناس عايز تيجي تحب، عايزها تيجي تحبك. ليه تقلب الناس كلها علينا بالشكل ده؟ انا الكلام ده ممكن يضايق ناس كتير، بس كل الناس هنا، انا هنا بقالي شهر، انا مش بكلمك بقى وانا في مصر وبكتب بوست وبلم ريتش والكلام ده كله، انا بكلمك من على ارض الواقع، انا بكلمك وانا هنا وانا شايف الناس شايلاني على راسها، وانا شايف الناس بتحبنا وبتقدرنا وبتعمل لنا كل حاجه نفسنا فيها. حتى يا راجل النهارده في الاستاد والله العظيم ال40,000 اللي كانوا بيشجعوا نيجيريا النهارده دول، لو سالتهم كلهم هي جمله واحده بس اللي بيقولوها، احنا بنعشق مصر بس مشكلتنا مع المدرب بتاعكم. فانت اللي خليت الناس تعمل فينا كده، وانا مش موافق اطلاقا على التصريحات اللي انت قلتها، ومش متفق معاها، وكنت اتمنى ان يبقى عندنا تقل اكتر من كده، وكنت اتمنى ان احنا نبقى اهدى من كده في تصريحاتنا ونكسب الناس اللي شالونا فوق راسهم. والبطوله دي احسن بطوله كاس افريقيه اتنظمت عبر التاريخ. انا ما حضرتش كل حاجه، بس ده كلام صلاح، ده كلام الراجل بتاعنا، النموذج بتاعنا هو اللي قال كده، وكل الناس بتقول كده. فما ينفعش نقول غير كده لمجرد ان احنا خسرنا، ما ينفعش نقول غير كده لمجرد ان احنا خسرنا. ما نبقاش باد لوزر، ولما نكسب نبقى الدنيا تمام، ولما نخسر تبقى الدنيا كلها وحشه. انت لو في بلدك وصرفت كم المليارات وبنيت استادات وعملت فنادق وعملت انتقالات وقطارات وطرق، وجي واحد بيقول لك ده انتوا عندكم ناموس، يعني انت سايب البلد كلها وبتقول لي في الناموس؟ يعني انت سايب الفنادق وسايب الطرق وسايب الاستادات وسايب كل الكلام ده وتقول لي بنسيون وناموس؟ يا راجل يا محترم، ده مش هيستفزك ويعصبك؟ الصراحة المصريين على راسنا، ولكن المدرب وأخوه خسروا صورة مصر مع المغرب. خلاصة الكلام أيها الكراغيلة، زيدوا هضروا، زيدوا نبحوا وشجعوا السنغال. الله يرحم لكم الوالدين، شجعوا السنغال. بالتوفيق للوليدات ديالنا، وإن شاء الله الكاس مغربية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف العادة ما تنساوش لايك، خلونا الرأي ديالكم في التعليقات.